بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. البنات، تحت طلباتكم في القناة حابين صابون مبيض، خلطة صابونية للعرائس المقبلات على الزواج. إن شاء الله ربي يهنيكم ويكمل ليكم. إذا كانت أول مرة تشاهدوا القناة لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس. كذلك في صندوق الفيديو ستجدون أو في البارداندوف تحت تلقاو قناتي الاحتياطية وصفحتي الاجتماعية إن أردتم أن تبعثوا لي رسائل أو أسئلة خاصة نجاوبكم ان شاء الله طبعا، ولا تخلوا لي هنا السؤال، وهذا يعني من دواعي سروري ان اجيبكم. اليوم الخلطه تاعنا خاصه بالعرائس اللي مقبلات كما قلت لكم على الزواج. خلطه صابونيه رائعه جدا تقضي على الاسمرار، تقضي على سواد البشره، تقضي على البقعه البنيه يعني للكلف، كذلك التجاعيد اللي في الجسم وبضعه مشاكل تعاني منها المراه يعني خلال الصيف تخرج بها، فيجي الشتاء ايضا بالجفاف تاع الجلد وتكثر المشكلة. لذلك اليوم سأقدم لكم هذه الخلطة السهلة اللي هي بالصابون، صابون الجزائر أو صابون الكف أو صابون الطرف أو صابون الحجرة أو في المغرب كما يقول له صابون الطاووس. في الدول العربية الأخرى يسمى صابون الغار. يخدموه بزيت الزيتون، هو صابون طبيعي خالي من المواد الكيميائية. احنا في الجزائر يعني استعملوه للرضع، يغسلوا به للرضيع نظرا لاحتوائه على مادة الزيت زيتون وعدم احتوائه كذلك على مواد كيماوية مضرة. يغسلوا به أيضا الملابس الداخليه. البنات ننصحكم انه دائما ملابسكم الداخليه وتاعكم وتاع الزوج والاطفال تغسلوا طبعا بصابون الطرف. حكوه هكذا حكوه كما نقولوا حنا هكا، وحطوه في الماء وزيدي له طبعا ملعقه خل ابيض واغسلي به. لكن احنا اليوم حنقدموا به خلطه طبيعيه. اذا ما كانش عندك صابون الطرف او صابون الطرف يسبب ليك مشاكل في البشره كما قالوا لي بعض البنات اللي علقوا، تقدري تستعملي صابون الدوف لانها صابونه كريميه. اذا البديل تاعها هو صابون دوف او اي صابون يكون مليح، مثلا صابون جليسيرين هايله بزاف مرطبه وتقضي على التجاعيد والاسمرار. اذا كذلك البنات اللي حابين يبيضوا الجسم لازم تكون بشرتكم اذا كانت دهنيه تضيفوا القارص، طبعا دهنيه غير حساسه. اذا كانت جافه ممنوع منها البتة تضيفوا القارص. كل ما عليكم انكم تضيفوا المكون الاخر اللي هو ماء الورد الطبيعي، انا هنا هو عندي، او اذا كان عندكم ايضا حساسيه ماء الورد تقدروا تستبدلوه بماء الزهر. المكونات الاخرى هي هذه. نحتاج الى الجليسيرين، زيت الجليسيرين يباع، وانا الماركه هذه مانيش نروج لها لكن فقط وريتكم العلبه باش تشوفوا. زيت الجليسيرين تلقوه بيور جليسيرين اويل فور سكين، يعني ماهوش الجليسيرين اللي يتباع في الصيدليه. زيت الجليسيرين هاو ليكم، ها هو. حنحتاج فقط ملعقه. ايضا سنحتاج في هذه الوصفه الرائعه جدا زيت اللوز الحلو. زيت اللوز الحلو معروف بتبييض البشرة، تنقيتها وعلاجها من الشوائب، ويحمي البشرة وكذلك ينحي لكم السواد في مدة قياسية. كذلك سنحتاج إلى ملعقة من زيت الخروع. ما تخافوش ما يطلعش شعر لأنه هنا عملنا تركيبة هذه مبيضة. إذا ملعقة من زيت الخروع. هل يمكن تبديل هذه الزيوت؟ لا، لازم هذه من الزيوت. وهذه الخلطة لأول مرة نحطها أنا على اليوتيوب، ما كاش حتى خلطة صابونية تحتوي على هذه الزيوت. إن شاء الله تعجبكم وتجربوها حتى تلقوا نتائج رهيبة. إذا وراح نحتاج أيضا إلى نشاء الأرز. نعم، نشاء الأرز. ما تستعملوش النشاء أو المايزينا العادي لأنه راح تجفوا البشرة تاعكم. الصابون أصلا هو يجفف الجسم. إذا وش راح نعملو في الليل مثلا قبل أن نرقدو، نخلطوا المكونات هذه اللي هي ماء الورد الطبيعي أو ماء الزهر هكذا، نخلطوه مع الصابون المبروش. علاه ماء الزهر؟ ماء الزهر وماء الورد راح يكون كبديل على المياه اللي تكون فيها الكلور، تكون فيها المشاكل هكم تعرفوا تاع المياه، فلذلك هنا يكون عندنا بديل هكذا. نخلطوها وتخلوها ليلة كاملة. إذا ما كنتوش هتخلوها ليلة كاملة البنات، كل اللي عليكم إنكم تعملوها فوق مماري حمام مريم، يعني تحطوا ماء ساخن وتحطوا فيه صحن يكون حديدي وتخلطوا.
سأعود بعد أن يعني نتحصل على مزيج بهذه الطريقة اللي حكيت لكم عليها. إذا البنات حصلنا على مزيج، تقدروا تخلوه كما قلت لكم ليلة كاملة، لأنه واش راح نضيفوا له طبعا القليل من الجليسيرين، ملعقة صغيرة. هذه الملعقة كبيرة والحجم راهو قليل، إذا أقل من هذه تكون يعني ملعقة صغيرة جدا. زيت الجليسيرين يحمي البشرة من الجفاف ويحميها من يعني السواد، كما نقولوا احنا الاسمرار، مع خروجنا من فصل الصيف بتلك المشاكل بأثار الحبوب. إذا نحتاج إلى صابونة مغذية. فقط راح نضيف كمية بسيطة لأنه هنا الملعقة كبيرة هكذا، وراح نخلطوها مع الصابون هكذا. الآن راح نضيفوا زيت اللوز الحلو. التركيبة هذه البنات لازم تستعملوها كما هي، يعني نفس المقادير ونفس المكونات، كي تغيروا مش هتحصلوا على نتيجة. زيت اللوز الحلو مضاد حيوي أيضا رائع جدا لعلاج الحبوب. كذلك هذه الوصفة راح تخلصك من حبوب المؤخرة، حبوب الظهر، السواد بين الفخذين، لأنه فيها زيت اللوز الحلو. تعرفوا البنات إذا تخلط زيت اللوز الحلو مع الجليسيرين صدقوني يعطي نتيجة رهيبة. أيضا سنضيف قليل أو ملعقة صغيرة من زيت الخروع هكذا. زيت الخروع يكون لزج وما تخافوش منه، يعني هكذا. ونخلطوا المزيج تاعنا ونحطوه في علبة. انا راح نخليه هنا مؤقتا، لكن راح نحطه في علبة، وكل ما يقعد في العلبة راح يولي كريمي. شوفوا راح يولي كريمي وراح يعطينا نتائج فظيعة فيما يخص يعني ترطيب وتوحيد اللون وعلاج الحبوب. ايضا ما تنسوش البنات انه المقبلات على الزواج لازم يكون الجسم تاعها نظيف، وايضا راح تنحي لكم جلد الاوزة. الان البنات راح نعطيكم الطرق اللي راح تعملوها باش تستعملوا هذه الصابونه. هيا اول حاجه البنات راح تستعملوا مقشر يوالم البشره تاعكم. اذا كانت دهنيه بزاف جيبوا القطعه تاع الليمون هذه، غمسوها في النشاء تاع الذره وادعكوا بها المناطق اللي فيها اسوداد، اسمرار، خشونه الى اخره. اذا وبعد ذلك يعني غسلوا مليح، وبعد لا تغسلوا مليح ديروا الصابونه تاعكم، ابليكوها على الجسم وخلوها من 5 إلى 10 دقائق. خرجوا لبرا في البيت البارده وخلوها، ومن بعد كي تجف حكوها بطريقه دائريه سكراب. وبهذه الطريقه راح شوفوا البنات انا نستعمل هذه صراحه خاصه للاماكن الخشنه، راهي خاصه بالجسم هذه ما تخافوش. كيما نقولوا حنا تحكوا الاماكن اللي تكون خشنه، خاصه في المنطقه تاع المؤخره تكون فيها حبوب وهاكو واسمرار. حكوا مليح هذاك سكراب، يعني حكوه مليح، اغسلوه ثم حطوا هذه، ثم بعد ذلك اغسلوا المنطقه تاعكم عادي جدا يعني بطريقه دائريه، خاصه الناس اللي تروح للحمام راح يكون نفار وكذا، فراح تتخلصوا من الجلد الميت وراح ترطبوا. لكن قبل تخرجوا به الصابونه هذه تعطيكم نتائج، لازم عليكم تدهنوا المناطق الجافة كالركبتين كالمؤخرة كالمنطقة الحساسة، تدهنوها بزيت الجليسيرين مخلوط مع زيت اللوز الحلو. خلطوا قارورة كيما هاك ودهنوا بها دائما، راح تلاقوا نتائج رهيبة. اذا كنتوا لقيتوا انه الزيوت تقلقكم، كل ما عليكم انكم تخلطوها مع اي كريم يكون خالي يعني من المواد الضارة. اي كريم جزائري، كنت اعطيت لكم الكريمات اللي انا نستعملها مثلا هذا، يعني خلطوا معاه شوي زيوت وادهنوا به بعد الدش مباشرة، حتلقوا نتائج رهيبة وعجيبة يعني في تبييض الجسم. حطوها البنات على الأصابع تاعكم، على بين الفخذين، المؤخرة، المناطق الحساسة في الصدر، في كل مكان، وخلوها وصدقوني راح تلقوا نتائج رهيبة رهيبة رهيبة. فقط اتبعوا النصائح وقشروا الجسم تاعكم وهو مبلول، ما تقشروش الجسم تاعكم وهو جاف، ورطبوه، وان شاء الله في اول اسبوع راح تشوفوا النتيجة. كان هذا هو الفيديو تاعنا اليوم. اول مره نحط لكم خلطه صابونيه يعني بمكونات فريده من نوعها وراح تلقوا عليها نتيجه.
ان شاء الله يعني تعجبكم هذه الخلطة. ما تنسوش تحطوا لنا لايك وتتهلوا في رواحكم، والسلام عليكم.